يا صباح الخير، انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنخلي مع بعض الزيتون التفاحي بطريقه المصانع من غير نقع ولا شق ولا يتهري منك، وسر قرمشته عندي. تابعيني لاخر الفيديو عشان تعرفي سر قرمشته ايه. زي ما انتم شايفين كده، انا جايبه 3 كيلو من الزيتون التفاحي. بصوا الزيتون شبه التفاحيه الصغيره يا جماعه. بصوا الزيتون التفاحي شبه التفاحيه الصغيره. جبت 3 كيلو من الزيتون، ومعايا 3 معالق من العصفر، 3 معالق من حبة البركة، 3 معالق من هريسة الشطة، ومعايا نص كيلو من الجزر المبشور زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ بقى ننزل بالمكونات دي على الزيتون. اول حاجة هنزل بنص كيلو الجزر كده المبشور، وهنزل عليه بالهريسة الشطة وبحبة البركة وبالعصفر، ونخلط كل المكونات دي مع بعض. دي طريقة المصانع يا جماعة، بتخليه وبيقعد شهرين، وبعد شهرين تبدأي تاكلي منه. هنقلب كل المكونات مع بعض. قلت لكم الطريقة دي يا جماعة فيها السر، هتحافظ على قرمشة الزيتون زي ما هو. بس تابعيني لاخر الفيديو. قلبنا كل المكونات كده مع بعض زي ما انت شايفة. جبت بقى البرطمان وهبدأ اعبي الزيتون. اعقمه البرطمان كويس جدا، واسلاب مية سخنة ومنشفاه. هنزل بالزيتون كده في قلبه زي ما انتم شايفين. هبدأ احط رق من الزيتون ورق من الفلفل. رق من الزيتون ورق من الفلفل، هي دي طريقة المصانع، الطريقة الصح اللي بيديكي افضل نتيجة، ولا يتهري منك ولا اي حاجة. وهننزل بالفلفل هنا كده زي ما انتم شايفين. هنزل بالزيتون تاني. هبدأ بقى احط طبقات من الزيتون والفلفل لغاية البرطمان ما يتملي معايا. تخليله سهل وبسيط، وهي دي الطريقة الصح لتخليل الزيتون. زي ما انتم شايفين انا مليت البرطمان كويس جدا، وقعدت اضغط عليه لغاية ما كل الفراغات اللي فيه اتملت. هنزل بقى بقشر الليمون اللي انا عصرته، اغطيه، اعمل كطبقة حماية كده للزيتون، عشان من حماية من اي ريم من اي عفن زي ما انت شايفة كده. بعد ما غطيته بالليمون كده خلاص، عملت البرطمان التاني. بصوا شكله عامل ازاي، شهي جدا. بصوا الالوانات اللي فيه يا جماعه حلوه جدا، حاجه شهيه جدا بصراحه، هيتاكل ني والله. عصرت على كل كيلو زيتون نص كيلو ليمون، يعني ال3 كيلو زيتون كيلو ونص ليمون يا جماعه. كل كيلو زيتون عليه نص كيلو ليمون. قسمت الكميه على البرطمانين. بنزل على على البرطمانين، بوسطن الكميه بين الاتنين. وبعدين هنبدا نعمل محلول الملح. اول حاجه معايا 6 معالق من الملح الكبيره، على رتل ميه مغلي وبارد. رتل الميه بياخد 6 معالق ملح من الكبير، وهي دي الملح المظبوط بتاع التخليل يا جماعه. وهنقول بقى على التركايه اللي احنا قلنا عليها، اللي هي هتخلي الزيتون يحتفظ بقرمشته. 3 معالق من السكر لكل كيلو زيتون، معلقة سكر صغيرة. كل كيلو زيتون معلقة سكر صغير. نقلب كويس جدا لغاية الملح ما يندمج مع المية، ونبدأ بقى ننزل بالمحلول الملحي كده على الزيتون زي ما انتم شايفين كده، لغاية ما يتغطى خالص الزيتون. وبعد كده هنجيب نص كوباية زيت او 3 معالق على حسب، يعني نغطي بيه الليمون والزيتون خالص، عشان هي دي المادة الحافظة بتاعته، يمنعه من اي ريم ومن اي حاجة. زي ما انتم شايفين انا مليت البرطمانين كده، شكلهم شهي قوي. بصوا الالوانات، بسم الله ما شاء الله، الالوانات جميلة جدا وشهية، زي ما بقول لكم يتاكل ني والله. هنبدأ بقى نغطي البرطمانات كده. البرطمان ده حطيت عليه كيس نايلون وهغطيه بالغطا بتاعه، لان غطاه مش محكم قوي، فلازم نحط كيس نايلون ونربطه كويس. البرطمان ده فيه الجلدة بتاعته محكم، فهنقفله كده وخلاص زي ما انتم شايفين كده.
هبدأ بقى ارجه كده لغاية ما المكونات كلها تختلط مع بعض، ونحطه على طبق، لان كل المكونات اللي فيه دي المية مع الليمون مع الملح هيتفاعلوا وهينزلوا مية لغاية ما يخلص المية اللي هتنزل منه خالص. بعدين نشيله في اي ظرفة مطبخ عندك بقى بالشكل القمر ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير.